لتعلم أن أحفظ الصحابة من أهل اليمن، وأن أجمل الصحابة من أهل اليمن. فأحفظ الصحابة من أهل اليمن هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأجمل الصحابة من أهل اليمن هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الذي كان يقال فيه يوسف هذه الأمة، وهو من أهل اليمن. الطفيل بن عمرو من أهل اليمن رضي الله تعالى عنهم جميعا. معاشر اليمنيين، أذكر لكم أيضا من تاريخكم المجيد الذي سطر في دواوين التاريخ، لتعلموا يا أهل اليمن أن أول من جاء بالمصافحة هم أنتم يا أهل اليمن. أول من جاء بالمصافحة في السلام هم أهل اليمن. أول من كسى الكعبة هو تبع من أهل اليمن. أول شهيد في معركة بدر من أهل اليمن واسمه مهجع. أول قتيل في معركة بدر. أول من سكن مكة المكرمة هم أهل اليمن. أول من أقرأ القرآن أي علم ودرس القرآن في مصر هو عبد الله ابن محمد المعافري من محافظة تعز. أول من علمت القرآن الكريم، درست وعلمت القرآن الكريم بدمشق، هي أم الدرداء من مصاب. أول مولود للمسلمين، أول مولود للمسلمين في أرض إفريقيا هو عبد الرحمن ابن أنعم المعافري، وهذه إفريقيا باعتبار أول من أقامها. وأول مولود هم من أهل اليمن. أول من اقتحم أسوار الروم في المعركة العظيمة التي بقوا فيها فترة يريدون اقتحامها، جاء رجل من أهل اليمن وإذا به يقتحم سورها واسمه شرحبيل المرادي. أول من اقتحم مدينة الروم في أرض الشام رجل من محافظة إب من اليمن. أول من سكن إفريقيا ونعشوا إفريقيا وأقاموها هم أهل اليمن. رجل من أهل اليمن اسمه إفريق ابن صيفي اليمني، ومنه سميت إفريقيا باسمها الحالي والعصري الآن، فكان أول من سكنها. أول من سكن أرض المغرب بما فيه تسمى أرض المغرب الآن من ليبيا والجزائر وموريتانيا وغيرها هي قبائل يمنية، منهم من يسمى بصنهاجة وكتانة. هؤلاء من أهل اليمن. أول من نزلوا تلكم الأماكن إنهم أهل اليمن. أول من أشار بالتاريخ الهجري رجل من أهل اليمن، فهو الذي جاء إلى اليمن ووصل إلى عمر بن الخطاب وقال: وجدت في اليمن تاريخ يؤرخون، لو تؤرخون بتاريخهم. فتشاوروا فيما بينهم، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكان معه هذا الرجل وهو يعلى ابن أمية، وقال لعمر يؤرخ بالتاريخ الهجري، فتشاور مع الصحابة فكان التاريخ الهجري أول من أشار عليه وبه هم رجال من أهل اليمن. هذا هو التاريخ يا أهل اليمن، هذا هو التاريخ العميق يا أهل اليمن. بل انظروا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وإلى محمد بن كعب القرظي لما سمعوا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي عن هذه الآية في من نزلت؟ قال: نزلت في أهل اليمن. قال: ليتني من أهل اليمن. يتمنى أن يكون من أهل اليمن، يتمنى أن يكون ممن نسب إلى هذه البلاد وهي البلاد اليمنية. يا أهل اليمن، هذا شيء من تاريخكم، ولولا أن الوقت عاجلنا